تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا، عاملين ايه؟ يا أتمنى تكونوا بخير المرة دي. مشكلة الشخص اللي هو بيكون مش واثق في نفسه إن بيكون جاف جدا في التعامل مع نفسه، وقاسي في طريقة التعامل مع نفسه، لأنه شايف نفسه قليل جدا وشايف نفسه إنه ما يستاهلش ولا يستحق إنه يكون في المكانة دي. وده طبعا طريقة كلامه مع نفسه دي مش جاية من فراغ إطلاقا، ده بيكون ليها أسباب كتيرة جدا. زي مثلا بتكون طفولتك ما بتكونش أحسن حاجة وألطف حاجة، أو الطريقة اللي انت اتربيت عليها ما كانتش أحسن حاجة. كنت دايما محطوط تحت ضغط المقارنات وإنك انت لازم تكون الأحسن في كل حاجة. أهلك مثلا ما كانوش بيدعموك في أي حاجة أو أي خطوة كانت مفروض إن هي تديك الثقة في الموقف ده. مثلا أو مثلا يكون عندك مرض معين أو إعاقة جسدية، خصوصا لو انت ما تعلمتش ازاي تتعامل معاها او ازاي انها تكون مصدر قوة مش مصدر ضعف ليك. زي كمان ممكن تكون بتمر باضطرابات نفسية زي مثلا الخوف والقلق والاكتئاب، حاسس دايما بعدم الأهمية وانك متستاهلش، حساس جدا من ناحية الناس، دايما عطشان لأي كلمة حلوة من أي حد حتى لو تعرفه أو ما تعرفوش، لأنك انت ما تعودتش انك تحب نفسك، فدايما منتظر الحب ده يكون من بره علشان يحس أو انك انت تحس بقيمتك. طبعا عدم حبك لنفسك ده هيخليك تعمل حاجات سلبية كتير. ياما في ناس بتطور من نفسها وبتعمل إنجازات وبتحقق نجاحات كتير، بس اللي حواليها مش معترفين خالص بالنجاحات دي، فبيبتدوا يحسوا إنهم يعني مفيش، يعني هما مش حاسين بقيمة نفسهم، وفي نفس الوقت الثقة بتاعتهم بتبدأ تقل تدريجي. أما في ناس تاني بتطور من نفسها بس مش واخدة بالها إن هي بتطور من نفسها، فبيبتدي عنده يحس نفسه إن هو أصلا مش موجود، عادي أنا بعمل إنجازات بس أنا مش حاسة هي موجودة ولا مش موجودة، لأن هو مش شايف نفسه هي الإنجازات دي بتعلى ولا بتقل. طيب أنا إزاي بقى أبني الثقة دي؟ أول حاجة وأهم حاجة وأنا بشوفها أهم حاجة بصراحة، حوارك مع نفسك. يعني الطريقة اللي أنت بتتعامل بيها مع نفسك تلقائي الناس هتتعامل بيها معاك. أول نقطة طريقة حوارك مع نفسك اللي هو ازاي يعني مثلا دلوقتي أنا ولا مرة طلعت اتكلمت قدام الناس، فهنا يا ترى يعني أنا المفروض دلوقتي مطلوب مني، فالمفترض إن أنا مطلوب مني إن أنا هعمل برزنتيشن مثلا في الجامعة، أو إن أنا هطلع أقول إذاعة في مدرسة، أو إن أنا هطلع هعمل مسرحية في مدرسة. ده مطلوب مني إجباري، مش إن أنا اللي مخططة أو إن أنا اللي مقررة، لأ ده إجباري دلوقتي أنا مطلوب مني كذا. يا ترى دلوقتي حواري مع نفسي هيبقى ازاي؟ هقول انا والله انا ما ينفعش اطلع لان انا مش واثقه من نفسي ولا واثقه ان انا هتكلم ازاي قدام الناس، ولا هقول انا محتاجه اكتسب شجاعه ان اتكلم قدام الناس. المفروض هنا انا اتكلم واقول محتاجه شجاعه، فهنا ما ينفعش ان انا احكم على نفسي واقول انا ما عنديش ثقه في نفسي. ازاي ما عندكش ثقه في نفسك؟ انت جربت؟ لا، ما ينفعش ان انا اقول كده. فلازم حوارك مع نفسك يبقى بطريقه كويسه. انت مثلا تقول محتاج شجاعة في انك تختار اللبس من غير ما اخد رأي حد، يبقى انت لازم تفهم وتفهم عقلك ان في حاجة اسمها ستيشن اللي هو الشجاعة، في محطة قبل محطة الثقة بالنفس، محطة الشجاعة لازم يكون عندي الشجاعة دي. فانا ازاي بقى اجيب الشجاعة؟ طبعا احنا كلنا بنخاف، وده الخوف ده يعني مزروع فينا كلنا بنخاف، بس في شخص بيخاف وبيجرب، وفي شخص بيخاف وقاعد مكانه. لا احنا عايزين نبني ثقة في نفسنا، يبقى احنا بنخاف وبنجرب. اللي هو دلوقتي زي ما حكيت لك، مثلا انا دلوقتي عندي برزنتيشن في الجامعة، فاسأل اي حد دلوقتي لو انت دلوقتي اتحطيت في موقف انك انت لازم تعمل برزنتيشن في الجامعة. انا اتحطيت في الموقف ده، في الاول انا كنت خايفة جدا، واللي هو انا حاسة ان انا مش عارفة اتكلم، بس خدت الخطوة وبدأت إن أنا أقف وأعمل. في الأول ما كنتش شايفة حاجة قدامي خالص، مش شايفة أي حاجة قدامي على السبورة اللي هو مكتوب، مع إن بالرغم إن أنا مش هقول من الكلام ده من نفسي، ده أنا هقرا اللي على السبورة، هقرا السلايد اللي هو واضح لي، بس لأ أنا خايفة. بس أنا خدت التجربة، أنا ما كنتش شايفة خالص. في الأول كنت خايفة جدا، أنا حاسة بنفسي إن أنا شفايفي بتتحرك، لكن قلبي حاسة إن هو بينبض بره كل حاجة. يعني أنا كنت خايفة جدا بصراحة. بس بعد كده وأنا بتكلم في النص، لا حاسه ان انا ما بقتش خايفه، حاسه ان انا بقيت الكلام بقى واضح ليا، بقيت بقرا من السبوره او بقرا السلايد اللي هو عارض لي. وبعد كده بدات اللي هو بعد ما خلصت ايه ده، ما الموضوع كويس اهو، يعني هو مش مستاهل ان انا خايف. هنا انا بدات عندي من خوف لشجاعه لثقه. هو ده احنا عايزين نمشي كده، من خوف لشجاعه لثقه. تمام.
طيب المرحلة التانية اللي نمشي عليها أو الحاجة التانية هو إن أنا لازم أحدد هو أنا مش واثقة في نفسي من إيه بالظبط، أو في إيه، في إني مثلا مش بعرف آخد قرار لوحدي، أو في إني مثلا شكلي ما عنديش ثقة مثلا في شكلي أو في لبسي، أو مثلا إن أنا في حوار مع حد، أو إن أنا ما بعرفش أتكلم مع حد مثلا. هنا أنا أبدأ أشتغل على النقاط دي. ممكن أبدأ أقرأ كتب، أسمع محاضرات، أسمع حاجات على النت كتير، اللي هو إزاي مثلا إيه لغة الجسد، إزاي آخد قرار، إزاي أعمل. بص النقطة اللي هي عندك بتبدأ تبحث عنها وبتعملها. طيب دلوقتي خلصت تاني حاجة. الحاجة التالتة والأخيرة هي إنك تكون عارف نفسك وفاهمها. يعني إيه عارف نفسك وفاهمها؟ يعني عارف نفسك بتحب إيه، عارف نفسك بتكره إيه، عارف نفسك بيليق عليك إيه وما بيليقش عليك إيه. تمام؟ عشان أنت لو كنت في مكان كل اللي حواليك لابس أو بياكل حاجة مش زيك، ثقتك في نفسك ما تتهزش. اللي هو مثلا دلوقتي أنا بحب الأكلة الفلانية دي والمكان ده مش مناسب مع الأكلة دي مثلا، او ان انا بلبس اللبس ده عندي مناسبة دلوقتي ايفنت او فرح او اي حاجة، واللبس اللي انا لابساه هو عاجبني بس هو مش مناسب معايا. يعني مش مناسب مع المناسبة اللي انا رايحاها، مثلا كلهم لابسين يونيفورم معين وانا لابسه مختلف. هنا ما ينفعش اقعد ابص للي حواليا وابقى مكسوف من نفسي، لا، انا لابساه علشان انا مقتنعه من جوه ان هو كويس عليا وان هو هيليق عليا. يبقى انا كده لازم البس الحاجه المناسبه عليا. تمام؟ هي دي المفروض اللي انا اعملها. او مثلا دي الشغلانه اللي انا تناسبني انا بغض النظر عن اللي حواليا اتفقوا او اختلفوا عليا، مش هتفرق، لان انا عندي ثقه في نفسي. ما ينفعش. يبقى انت لازم تكون عارف نفسك كويس وفاهمها قوي. امشي على كام نقطه دي وان شاء الله تبني عندك ثقه بنفسك. بس هي مش هتيجي بانك تسمع لي او تسمع لغيري او تقرا او تحضر محاضرات فيها، وانك انت مش بتمارس ولا بتجرب ولا بتكرر الحاجه اللي انت المفروض هتشتغل عليها. يعني مثلا دلوقتي انا بشتغل على نقطه مثلا ان انا ما بعرفش اتكلم قدام حد مثلا قدام جمهور معين، يبقى انا اسمع ازاي طيب، وبعدين اجرب على طول. كل ما يحصل حاجه لا اروح بسرعه علشان الحته اللي هي الخوف اللي جوايا الموضوع اللي جوايا دي او حته عدم الثقه في النفس بيها في المنطقه او في الموقف ده تتشال بسرعه. فاهم؟ فانت لازم تمارس وتشتغل على نفسك جدا، لان مفيش حاجه هتجيلك وانت قاعد على الكنبه كده، لازم تاخد ردة فعل. وكده وصلت للنهاية. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبولي تحت في الكومنتات عايزين ايه تاني. مع السلامة.